بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جات لكم بقى فيديو حلو فيديو جديد، يا رب بقى يعجبكم. إيه، معلش بقى بتأخر في الفيديوهات علشان تعبانة، فالفيديو ده كنت مصوراه قبل ما اتعب. وبعد كده بقى قلت إيه كنت في اليوم ده بقى جايبة لحمة، فقلت بقى كده اطبخها. شوحت كده طماطمايه مع بصلايه، انا بحب اخد لون الطماطم في الشوربه. طبعا انا عملت الاكل ده بعد ما خلصت الاكل، تعبت طبعا، فالحمد لله مش بعترض على حكم ربنا ابدا ولا على امر ربنا، كل يجيب ربنا كويس الحمد لله. ف اما ارتحت بقى شويه قلت اسجل فيديو وانزله لكم، لان انا متاخره كتير بصراحه، على مش بنزل فيديوهات كتير يعني، فسامحوني بقى عشان تعبانه. بعد ما شوحت اللحمه احط عليها بقى، هنزل كده بربع معلقه فلفل اسود. انا مش عارفه الفلفل الاسود ده جايباه المره ده غامق قوي ليه، بس مش عارفه يعني بصراحه. إيه، مش عارفه شكله مختلف شويه كده. هشوح بقى اللحمه دي كويس، مش ههدي النار عليها، خلي النار عاليه عشان مش عايزاها تنزل ميتها. كل ما بتاخد بقى صدمه من الجنبين الفيديو ده انا عملت فيه عملت فيه يجي 3 طبخات بصراحه. بعد ما طبخت اللحمه هتشوفوا دلوقتي ايه اللي حصل، بس محدش يتريق عليا ولا يضحك. كل انا قاعده بشوح في اللحمه، عايزاها تاخد لون من كل اتجاه. خليها بقى تشرب الميه اللي هي نزلتها دي كلها، وانا هنزل عليها بقى ميه دافيه، او ميه، والله انا حاطه ميه من الحنفيه وغلت وما شاء الله وكانت حلوه وطعمها حلو. طبعا انا كنت عايزه اعمل طبق سبانخ علشان انا مش هاكل لحمه، قلت اما اعمل بقى طبق سبانخ. اتارينا اصلا السبانخ عندي خلصانه وايه هنشوح بس البصل الاول واقول لكم موضوع السبانخ. فكانت يعني انا قعدت اضحك بصراحه، فخير يعني الحمد لله. شوحت البصلة كده بقى على أساس بقى هعمل بقى طبق سبانخ حلو بقى وإيه وبلسان العصفور، حط بقى فيه قطع لحمة كده أو دهن يبقى إيه طعمه حلو. بعد ما نزلت بقى الطماطم معصورة في الخلاط ومتصفية، هسيبها تتسبك شوية. أنزل كمون وفلفل أسود، طبعا مش هحط ملح دلوقتي عشان طبعا هنزل بقى بال بعد ما تتسبك هنزل بقى بالإيه، أنا كنت بقول هعمل إيه الزهايمر جالنا بدري بدري. أو كده بعد ما اتسبكت، انا كنت مفكره دي سبانخ، انتوا ما تعرفوش هي طلعت ايه طلعت ملوخيه لا والله يعني المزة انا حطيتها زي ما انتم شايفين كده، وسبتها بقى تفك كده وتتسبك بقى مع التسبيكه الحلوه اللي انا عملتها ده، وفي الاخر لقاها ملوخيه. هنزل كمان بقى بشويه شوربه عليها. خلاص بقى انا قلت بقى ده سبانخ بقى، وهاكل سبانخ النهارده بقى وايه وكمان بقى قلت اعمل طبق بطاطس، إيه علشان اللي مش هياكل سبانخ ياكل ايه، البطاطس جنب اللحمة وجنب الرز. وانا بقى سايبة السبانخ بقى تتسبك كده مع نفسها بقى ومبسوطة بقى يعني خلاص هعمل طبق سبانخ في الاخر الاقيها ملوخية. يا خرابي والله العظيم انا ضحكت ضحك فصلت ضحك، بس خير يعني مش مشكلة، يعني البط هو اللي كلها طبعا، مش خسارة فيه
كده شوحت البصلة ونزلت عليها بمعلقة توم مفروم أو مهروس. أما البصلة تتحمر تاخد لون كده، أنزل عليها بالطماطم كده زي ما انتم شايفين. أحلى حاجة أما بتيجي تعملي حاجة تلاقي حاجة تانية خالص. أو بقى لو جايلك ضيوف بقى أو لو عندك عاملة عزومة بقى وحصل الموقف ده، شوف بقى تتصرفي ازاي، لازم تتصرفي بأي طريقة وفي أقرب يعني لازم تتصرفوا بسرعة كمان. أنا بقى ما كانش حد جايلي ولا حاجة، فهي حصل لخبطة بس الحمد لله ما خسرناش كتير يعني. هنزل بقى بالبطاطس مقطعها طبعا زي ما انتم شايفين كده مكعبات صغيرة، واسيبها بقى تتسبك مع بعضها شوية في التسبيكة الحلوة دي. بعد كده ازودها شوربة او مية حسب ما انت عايزة يعني. طبعا كنت ببص بقى على السبانخ كده بقى في الوقت ده، ريحتها اصلا ده ملوخية يا جدعان، هو في ايه يا جدعان؟ خلاص انا كنت بقى اتفت عليها البوتاجاز وسبتها بجنب تبرد عشان انزلها للبط. فعملت ايه لسان عصفور، ما هو طبعا مش هياكلوا بقى بطاطس ورز كده جنب اللحمة، قلت اعمل لهم شوربة. ان شاء الله انزل السوق اجيب سبانخ من السوق، انا بحب السبانخ جدا عشان الانيميا كمان. وكمان انا بحاول محمد ابني، انتوا عارفين هو لسه طفل، مش عايزه اعوده زي ما عودت الولاد وهم صغيرين. اما كانوا ما بيرضوش ياكلوا حاجه او ما كنتش بعودهم على الاكل يعني حاجات كتير في الاكل، فهم طالعين مش بيحبوا اي انواع اكل كتير. فانا بحب محمد ابني ادوقه كل اكل، اي اكل بعمله لازم ادوقه له عشان يطلع يعني ايه يحب الاكل وكده. فهو شكله كده يبقى زي اخواته ويغلبوني في الاكل. معظم الوقت انا بطبخ، ما بيعجبهمش الاكل على فكره، مش ان هو وحش لا، هم عايزين اكل تاني يعني. هم اللي مثلا هم بيقولوا لي اعمليه يعني، مثلا انا عملت سمك مثلا، هم اللي طالبينه احنا عايزين سمك مشوي اعمله لهم. بيجي ساعه الوقت بقى ساعتها ساعه الاكل يقول لك لا مش واكلين سمك مشوي يعني. مش عارفه بقى اولادكم كلهم كده ولا ايه؟ عايزين مثلا فراخ او لحمه اعملها لهم، او كشري اي اكل، ويجوا ساعه الاكل ما بيتعمل ويخلص يقول لك لا مش واكلين احنا عايزين حاجه تانية. فما اعرفش بقى اولادكم كده ولا اولاد انا لوحدي دلع ولا ايه، مش عارفه يعني. ساعات بعاندهم بقول لهم لا بصراحه هتاكلوا يعني هتاكلوه، وساعات اجيب لهم اللي هم عايزينه يعني. إيه كده بعد ما الاكل ما خلص، اتمنى بقى الفيديو بتاعي يكون عجبكم، اللحمه مستويه كويس، وطبعا لسان العصفور انا بحب اغمقه شويه كده عشان ما يبقاش، ما بحبوش ابيض في الشوربه، يكون حلو لونه حلو كده، والبطاطس والمخلل. اتمنى بقى الفيديو بتاعي يعجبكم. ومعايا كمان ده حاجة حلوة، حاجة حلوة مسكرة ياكلوها بعد الأكل، كنت عملتها لهم برضو وأنا واقفة. ده عاملة زي الزلابية أو لقمة القاضي زي ما بتقولوا، أو البقلاوة. ف أنا عاملاها فيديو لوحدها، هتبقى ننزل لكم إن شاء الله بعد الفيديو ده بإذن الله. مش مكلفة ولا أي حاجة، وهنتكلم عليها في الفيديو اللي جاي إن شاء الله. أتمنى بقى الفيديو بتاعي يعجبكم ويكون خفيف كده على قلوبكم. واتمنى بقى تشجعوني باللايك، اللايك بيرفع الفيديو، ويا ريت يا ريت تشيروا الفيديو عشان الكل يشوف قناتي والكل يستفاد طبعا. واسيبكم بقى في فيديو جديد، واقول لكم بقى في رعاية الله وحفظه. احلى اخوات في الدنيا، اشوف وشكم بألف خير، ومع السلامة، ونتقابل في فيديو جديد تاني، واسيبكم في رعاية الله وحفظه، مع ألف سلامة.